اقول لك على اول حاجه خلتني ابعد عن الاكسل وادخل عالم الباور بلاتفورم، هي الشير بوينت ليست اللي قدامك دي. هي دي اللي خلتني ادخل في عالم الباور بلاتفورم من الاول خالص. الليست دي ادتني الامكانيه ان انا اعمل حاجه زي التيبل بتاع الاكسل بس جواها فاليديشنز. زي ما انت شايف كده، كل رو وكل كولن ليه معنى وليه اسم وليه نوع، فانواع الكولونز مختلفه. يعني انا لو عايز اعمل كولون جديد، قبل ما اعمل كولون جديد بقول له انا عايز الكولون ده يبقى تكست، ولا يبقى تشويس، ولا يبقى ديت اند تايم، ولا يبقى مالتيبل لاين اوف تكست، ولا يبقى بيرسون فيجيب من الاكتيف دايركتوري الناس اللي موجوده عندي في الشركه، ولا يبقى نمبر، ولا يس ونو، ولا هقول له واحدد له قبل ما ابدا اعمل داتا انتري. واوعى تقول لي ده عامل زي الداتا فاليديشن ما في الاكسل، ما تقارنهاش. جرب كده ان انت كرييت ليست بان انت تدوس على الناين دوتس وبعد كده تدوس ليست وبعد كده تقول له كرييت نيو واختار ليست، ود الليست دي اسم معين وقول له كرييت، وابتدي ضيف الكولونز اللي انت عاوزها. وبعد ما تضيف الكولونز ابتدي اعمل edit in grid view، هتلاقي ان هو بيديك شكل عامل زي شكل الاكسل، وهو كده كده هيسيف كل الداتا. وبعد ما تخلص دوس exit grid view، هيبقى عندك الداتا بتاعتك والكولونز مظبوطه. وبقول لي بقى ايه رايك في استخدام حاجه زي كده. ولو عايز تتعلم اكتر حاجات في باور بلاتفورم سيب لي كومنت وانا هقول لك تعمل ايه.